فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة اختلافا طويلا طويلا طويلا، حتى أوصل ابن حبان الأقوال في هذه المسألة إلى 35 قولا في تفسير المراد بالأحرف السبعة، إلى 35 قولا. جاء السيوطي بعده فأوصلها إلى 40 قولا وذكرها معزوة إلى قائلها. وجاء بعده الملا علي القاري رحمه الله الحنفي فزاد قولا، فصارت الأقوال 41 قولا في هذه القضية، على أنه لم يقتصر اختلافهم في معنى الأحرف السبعة، بل اختلفوا أيضا في العدد السبعة، هل يراد به حقيقة العدد أم لا تراد حقيقته، وإنما يراد الدلالة على الكثرة. وهذا مذهب عربي معروف، أن العرب إذا أرادت أن تدل على الكثرة قالت العدد 7، وإذا أرادت أن تدل على الكثرة في العشرات قالت 70، وإذا أرادت أن تدل على الكثرة في المئين قالت 700. وهذا مذهب القاضي عياض رحمه الله، وتبعه فيه جماعة قالوا ليس المراد خصوص حقيقة العدد 7، لكن المراد أن هذا القرآن أنزل على أحرف كثيرة. لكن الخلاف في هذه المسألة أخف من الخلاف في المسألة التي قبلها، والجمهور على أن المراد حقيقة العدد، ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على 7 أحرف. فلما ذكر غير 7 من الأعداد دل ذلك على إرادة حقيقة العدد لا مطلق التكثير. ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأ على حرفين، فرددته أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أن اقرأ على 7 أحرف. فهذا أيضا دليل على ما ذهب إليه الجمهور. أما الخلاف الطويل الذي بلغ إلى ما ذكرت لكم من الأقوال، فأظهر هذه الأقوال جميعا قولان. الأول وهو قول الجمهور أن المراد بالأحرف السبعة المراد بها المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو هلم وأقبل. ويستدل الجمهور بما روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل قال عليه السلام قال له يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل عليه السلام استزده، فاستزاده فزاده فقال قرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده، فاستزاده فلم يزل يستزيده حتى بلغ 7 أحرف، وقال كلها كاف شاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، نحو قولك هلم وأقبل وتعالى واذهب وأسرع واعجل. وذكر أهل التفسير أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقرأ قول ربنا سبحانه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، كان يقرأها أخرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا نقتبس من نوركم. فالمعاني متقاربة والألفاظ مختلفة. وهذا كما قلت لكم قول الجمهور. ولا يعنون الجمهور لا يعنون أن الإنسان يأتي بلفظ من عنده لمعنى يقارب معنى القرآن، لا، ولكن يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه التوسعة ب7 الأحرف
أقرأ أبي مرة بحرف عارضه به جبريل، وأقرأ مرة عبد الله بن مسعود بحرف عارضه به جبريل، وأقرأ مرة هشام بن حكيم بحرف عارضه به جبريل، وهكذا. وعلى هذا يحمل ما رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قرأها وأصواب قيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوم قيلا، فقال أنس رضي الله عنه إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد. فمعنى قوله واحد عند الجمهور أنها جميعا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الإنسان منها ما شاء، لأن جميع ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياه جبريل كما قال هو هكذا أقرأني جبريل. على أن بعض العلماء أخذوا هذا الحديث على ظاهره وقالوا إذا قرأ الإنسان بلفظ من عنده وكان معناه يوافق ويقارب معنى القرآن فقد أصاب. وهذا القول خطأ بين الغلط ظاهر جدا. قال ابن الأنباري رحمه الله الإمام المشهور قال لو جاز أن يقرأ الإنسان بألفاظ مخالفة لألفاظ القرآن إذا كانت تقارب معانيها وتشتمل على عامتها، لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين الثناء للباري ملك المخلوقين، ويتسع هذا الأمر حتى يبطل جميع لفظ القرآن، ويكون التالي للقرآن حينئذ مفتريا على الله عز وجل كاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان سيبدل بألفاظ من عنده وإن كانت قريبة المعاني لمعاني القرآن ويقول قال الله تعالى، هذا افتراء على الله، ويقول هذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر جدا على أن المحدثين لا يصححون حديث أنس عند أبي يعلى لأنه من رواية الأعمش عنه، ويقولون إن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة لغات سبعة من لغات العرب هي لغات فصيحة. يقولون إن هذا القرآن فيه 7 لغات من لغات العرب الفصيحة، فيه لغة قريش، فيه لغة هذيل، فيه لغة تميم، فيه لغة كذا ولغة كذا، إلى 7 لغات نظمها الإمام الهلالي السجل الماسي المغربي المعروف بقوله وأحرفها في الذكر تنبي بأنها لغات لقوم 7 هكذا ورد، تميم قريش ضبة وكنانة وخامسها قيس هذيل بنو أسد. فيقولون هذه 7 الأحرف أي 7 لغات من لغات العرب الذين ذكرهم. ويقول لك وهذا مذهب الزهري ومذهب ثعلب ومذهب أبي عبيد القاسم بن سلام ومذهب الإمام ابن عطية الأندلسي في طائفة من أهل العلم. ويقول لك هؤلاء لا تعترض علينا بما قال عثمان رضي الله عنه إن هذا القرآن نزل بلغة قريش، لا، فإنه يريد نزل بلغة قريش في معظمه وأكثره، لا أنه نزل بلغة قريش خاصة وليس فيه من لغات العرب شيء، لا، قالوا بل بدليل أن ربنا سبحانه يقول إن جعلناه قرآنا عربيا، لم يقل ربنا إن جعلناه قرآنا قرشيا. ويقولون في القرآن لغات غير لغة قريش، من ذلك قول ربنا سبحانه أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص، هذه لغة هذيل. قال ربنا سبحانه حتى إذا سوى بين الصادفين في قراءة من قرأ بالفتح فيهما في الصاد والفاء في الصاد والدال، هذه لغة تميم. وفي قراءة الضم بين الصدفين قالوا هذه لغة حمير.
وروى الطبري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض، هذه فاطر ما كنت أدري ما هي، حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. فكيف تكون لغة قريش وابن عباس لا يعرفها؟ إذن ليست قرشية. روى الطبري بإسناده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كنت أدري ما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، حتى جاءت ابنة ذي يزن تخاصم زوجها وتقول: تعال أفاتحك، أي أخاصمك، وليست لغة قريش. طيب، على هذا القول وأن الأحرف السبعة هي اللغات السبع هذه مذكورة، يشكل على هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لم يعرف هذا الذي سمعه من هشام، وكلاهما قرشي، أنا قلت لكم لغتهما واحدة، فكيف هذا لا إشكال فيه، لأنه يجوز كما قلت لكم أن الذي سمعه عمر رضي الله عنه من هشام رضي الله هو خلاف في الفرش وليس خلافا في الأصول، والخلاف في الأصول هو الذي يرجع إلى اختلاف اللغات، أما الخلاف في الفرش هذا لا علاقة له باختلاف اللغات. شوف، مسألة كما ذكرت لكم طويلة ذيل الخلاف جدا، وأظهر هذه الأقوال التي جاوزت 40 قولا هذان، وهذان لا يسلمان من الإيراد، ترد عليهما إيرادات. ولذلك قال أبو بكر ابن العربي المعافري الإمام القاضي المعروف قال: هذه المسألة مشكلة جدا والكلام فيها عويص. السيوطي لما ذكر الأقوال 40 رجح أن هذه المسألة من المتشابه، وأنه لا يدرى ما حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. كل قول تذكره ترد عليك فيه الإيرادات، وأظهر هذه الأقوال هذان، ومع ذلك لم يسلما من الإيراد. فالله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القول. على أنني أحب أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن هذه الأحرف السبعة ليست القراءات السبع، هذا بإجماع العلماء. القراءات السبع بل القراءات العشر ما هي؟ هي اختيارات أئمة قراء. الأئمة هؤلاء نافع وابن كثير وأبو عمرو إلى آخره، هؤلاء رووا قراءات رووها عن شيوخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، ولكن يجيء أحدهم فيختار من جملة ما قرأ به على شيوخه، يختار قراءة يختارها فيقرأ بها ويقرئ بها ويلزمها إلى أن يعرف بها وتشتهر عنه وتنسب إليه. ما معنى قولنا قراءة نافع؟ ما معنى هذا القول؟ هل معنى هذا أن نافع أنشأها وابتدأها وابتدعها؟ لا، هذا قرآن. لكن معنى هذا أن نافعا لما قرأ على شيوخه اختار هذه القراءة، هذا الوجه اختاره وقرأ به وأقرأ به، لم يكن يقرأ بغيره مما قرأه على شيوخه الذين أقرأوا به على شيوخهم هكذا مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتهر أكثر منه ولازمه اشتهر به ونسب إليه، فصار من أخذ عنه وسئل ما هذا الذي تقرأ به يقول أقرأ قراءة نافع، لا بمعنى أن نافعا أنشأها، ولكن إنما نسبت إليه لأنه لزمها وأقرأها. مفهوم الكلام؟ ثم بعد ذلك اختير لكل قارئ راويان، هذان الراويان كل واحد منهما اختار كما اختار شيخه، اختار هو أيضا وجها من جملة ما قرأ به على شيخه وأقرأ به كما صنع شيخه حتى اشتهر به. الآن ورش، نحن نقول نقرأ برواية ورش، رواية ورش عن نافع. هل ورش قرأ عن نافع
فقط هذه الرواية هذا الوجه الذي يقرأ به، الذي نقرأه، لا، لكن هذا الذي اختاره هو ورش، كما أن قالون اختار غير ما اختاره ورش. الآن رواية قالون تخالف رواية ورش ولا لا؟ هذه فيها الهمزة، هذه لا همزة فيها، هذه فيها صلة ضم من الجمع، هذه لا صلة لا ضم من الجمع فيها، إلا بالنسبة لورش قبل همز القطع ويمد، هذه فيها الإدخال بين الهمزتين، هذه لا إدخال فيها، إلى آخره، الخلاف الذي يعرفه من يشتغل بهذا الباب. معنى هذا أن نافعا أقرأ كل ذلك، لكن ورشا اختار هذا حتى نسب إليه وعرف به. ماذا تقرأ؟ أقرأ رواية ورش أنشأها وابتدعها؟ لا، لكنه اختارها حتى اشتهر بها. مفهوم كلام؟ قال ابن الجزري رحمه الله: أول من بلغني أنه جمع القراءات من الأئمة المعتبرين أبو عبيد القاسم بن سلام، وجمع 25 قراءة زيادة إلى هؤلاء القراء السبعة الذين هم نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيون. قال: ثم جاء الإمام أبو بكر بن مجاهد، فاختار هو، ألف أيضا كتاب السبعة، كتاب اختار فيه قراء قارئا من كل مصر من الأمصار المشهورة سوى الكوفة، فإنه اختار منها هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت لكم. فكان عدد الذين اختارهم 7، فأحدث ذلك شبهة عند الناس، فصاروا يظنون أن هؤلاء القراء السبعة أصحاب هذه الاختيارات السبعة، هذه القراءات السبعة، أن هذه القراءات هي هذه السبعة الأحرف. فلام العلماء أبا بكر بن مجاهد، لاموه وأنكروا عليه صنيعه، حتى قال الإمام المغربي أبو العباس بن عمار المهدوي نسبة إلى مهدية هذه التي في المغرب، قال: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات السبعة هي الأحرف السبعة المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر على بعض القراء زاد على السبعة أو نقص ليزيل الشبهة. لكن على كل حال لم يخالف الناس ابن مجاهد بعده، وجاء أبو عمرو الداني إمام الأندلس فكتب كتاب التيسير جمع في هذه السبعة، ثم جاء الإمام الأكبر أبو القاسم الشاطبي رحمه الله فنظم التيسير والزوائد عليه في حرز الأماني، وهذا الذي يقرأ به الناس إلى اليوم. ومع ذلك ما زال هذا الإيهام حاصلا عند العوام، وعند من يقل نظره ومعرفته يظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبع. هذه المسألة الأولى. القضية الثانية أن هذا الخلاف وإن كان طويلا لكنه في زمننا الآن خلاف نظري محض، لأن سواء قلنا إن هذه القراءات السبع القراءة العشر هي مجموعة في حرف واحد، أو كما قال بذلك قوم، أو هي مجموعة أو هي جامعة للأحرف السبعة كما قال بذلك قوم، فإنها هي التي يجوز الصلاة بها ويجوز تلاوة القرآن بها على جهة التعبد، لا يجوز قراءة القرآن بغيرها. فسواء كانت هذه الأحرف السبعة لغات أو معاني أو غير ذلك من أنواع التفسير، فإن الذي يجوز أن يصلى به ويقرأ به في القرآن وأن يتقرب إلى الله بتلاوته هو هذه القراءات العشر السبع المذكورة في الحرز، والثلاث التي زادها ابن الجزري في طيبته وفي نشره وفي طيبته. فإذا الخلاف نظري محض، والله أعلم.